السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات مرهف. عدت والعود أحمد. وش حنقولكم اليوم؟ جيتكم بوصفة تاع بوزلوف ولا الراس تاع الخروف، المهم سميوه كما تحبوا، في الفور، على طريقتي بالطبع. يعني هذه هي الطريقة تاعي اللي نتبعها ديما، وصدقوني تعرفوا يجي يهبل يهبل ويجي معسل وشغل. انا هذا البوزلوف نديرو ديما نرافقو مع بطاطا هكا مع خضروات. المره هذه درتو غير مع البطاطا، يعني ما هذه هي الطريقه اللي ديما نتبعها ويجي يهبل يهبل. المهم اللي احنا واش عندنا واحد الخمس حبات تاع ثوم، نحكموه مرة بيهم في لاراب كما راكم تشوفوا. لهنا زدت الملح، هو يحب شويه هكا الملح باش يجي ملح ما يجيش صامت. وعندنا لهنا الكزبر ثاني. انا قبل ما نطيبه واش درت له، رحت حكمت قسمته حطيته في هكا في برمة، وحطيت معاه شويه تاع ملح وشويه تاع خل، خليته يغلى غلا 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 حتى دار هذيك يدير واحد الرغاوي هكا بويض، واحد الخمس دقائق والله هكا باك، خليه يغلي ومن بعد نحيوه شلوه مليح وعاودوا. ومن بعد نجيو نديرو الطريقه هذه، نحطوه كيما نقولوا في كاس هكا يكطر. ومن بعد كنجيو نديرو الطريقه هذه، قلنا ثوم ملح كزبر، يا ربي وشي ثاني هاه، وحمار حار. طبعا اللي يشتيو الحرور، اللي ما يشتيوش الحرور ما كان له يديروا. وعندنا فلفل كحل، ولا هنا عندنا واحد الربع مغارف هكاك تاع زيت، هو بعدا ويطلق من بعد اليدام تاعو. ولا هنا مغرف صغيره بك تاع طماطم مصبره، طماطم تاع الباطا نورمال. ومن بعد نحكموا هذو المكونات تاعنا ونخلطوهم بيان كما راكم تشوفوا. شغل درنا لهم درسه ولا ما كيف يقولوا لها صحاب دزيريه خاوتنا. هكا نخلطوا المكونات تاعنا هذه كامل مليح مليح هكا. هاي راحت لي الهضره حطه هكا. المهم اسمعوا برك وخلاص انتم فهمتوني. حتى تتجانس معنا المكونات. ومن بعد نجيبوا هذاك الراس تاعنا ولا بوزلوف تاعنا، ونحاولوا نحطوا عليه هذه المكونات تاعنا هادو. انني لهنا ما نعرفش رحت ندير. المهم نتوما قبل ما طيبوه نعاود لكم، لازمكم تغليوه، ما ديروش مباشره هكاك، لازم تغليوه، ديروا له شويه ملح وشويه، ديروا له الماء والملح وشويه خل. وبالمناسبه ثاني احكموا حاشاكم جهه النيف تاعو، جهه الخشم تاعو نيطوايوها بيان. انا رحت نحيتها خلاص، راكم كما تشوفوا فيه شغل مسلوخ. هذا الراس تاعي والودنين هذوك نحيتهم خلاص، ونيطويت البلاصه تاعهم مليح مليح، لانه اونسي جامي هكاكش ما تلقاو فيه كش ما حاشاكم دود والله ما نعرف. انا الحق والله لا لقيت فيه حاجه. الراس تاع الخروف تاعنا هذا صغير برك كما راكم تشوفوا فيه. المهم نطويوه عندكم جهه الودنين وعندكم جهه الخشم تاعو. المهم وتحاولوا تطليو هذيك المكونات هذوك اللي درناهم كامل في هذوك الطرف تاع الراس. لهنا انا قسمته وحدي واش نقول لكم، قسمته هكا المهم. دقدقتي وخلاص. المهم هكا باش يدخل لي في الكوكوط هذا ما كان. انا الطريقه تاعي شوفوا نطيبوا الساع كما قلت لكم، ومن بعد نحكملوا هذه المكونات، نروح نحاول ندخلهم بيان في شغل نطلي به كامل الراس تاعي. ومن بعد نروح نحطه في الكوكوط يطيب نص طياب، شغل يدخلوا طياب شويه برك وما يطولش بزاف. انا الراس تاعي صغير والله ليه طاب كيما راكم تشوفوا هكا. شوفوا شتو هذه المكونات اللي درناهم تعرفي يعطيوه واحد البنه
جربوه على ضمانتي، واذا ما عجبكمش يا سيدي اكتبوا لي في التعليقات راهو ماهوش مليح، مع انه والله غير يجي يهبل يهبل كيما هكا. انا كملت لي مورسو تاعي كامل، ونجيب لهنا نروح نجيب لا كوكوط تاعي، لانني رحت غسلت يديا باش نكمل الخدمه تاعي. اذا وصلتوا للمرحله هذه من لا فيديو نتمنى ديروا لي جيم، يديروا لي جيمه وفعلوا زر الجرس هذاك باش يوصلكم كل جديد، وابونيو للقناه. يا ما تتفرجوش وتروحوا ابونيو للقناه، انا خيتكم علاه يعني ديروا لي هكا وعلاه. المهم جبت الكوكو تاعي وحطت فيه هذاك الراس كما راكم تشوفوا. شوفوا حاولوا البلاصه تاع العظم حطوها من التحت، وتاع اللحم هذاك اللي لازق فيه حطوها من الفوق. انا عدلته ومن بعد نحكموا شتو هذه المكونات اللي درناها. نروحوا نشلوا هذيك الصحنه تاعنا، يقدر كاس تاع ماء، ديروا كاس والله 2 كيسان تاع ماء فقط، ما تروحوش تعوموه بالماء. وانا من جهه رحت قليت البطاطا، ثاني قليتها نص طياب، ما حبيتش نقليها حتى طيب خلاص، قليتها نص طياب وحطيت فوق هذاك الراس بعد ما نحيته. شوفوا زي واش اللون تاعو هذا ومازال ما طابشه، واللون تاعو حمر، وهذيك لاصوص تاعو اللي طاب فيها خاثره وتجي من اطيب ما يكون. ولهنا جبت 2 حبات طماطم، نحيت لهم هذوك القشور تاعهم وقسمتهم هكا دوائر وحطيتهم ثاني. وزدت جبت الفلفل ثاني قسمته دوائر ونحطه. طبعا اللي محبي الحار، اللي ما يحبش الحار ما يديرش. وشي هو اللي هنا يجي حار هكا شويه، ويجي فيه الريحه ديك تاع الفلفل انا نشتيها. لهنا شوفوا اني نصور بيد وقاعده نحط لكم بيد، صدقوني يجي شهي. زدت قصيت الدبشه، ولا كما يقولوا لهم واحد اخرين دبشه ولا حشيش، ما عرف يقولوا له حشيش ولا ما المهم راكم فهمتوني. ونحطوا هذا لي طرونش ثاني تاع القارص. والدبشه تاعنا كالعاده انا نموت على الدبشه، درت له في البدايه وزدت درت له كي طاب وخلص درت. نحب الريحه تاعها بزاف في المأكولات تاعي. وخلاص ولا هنا تنتهي العمليه. ودوكا نروح نجيب بابي كويسون. بعد ما شوفوا التدبيره هذه روحوا حكموا بابي كويسون، شلوه بالماء ومن بعد عصروه هكا من الماء، ومن بعد غطوا به البلا تاعكم هكا باش ما يتحرق لكمش في الفور يا اخي. ها قبل حكمت هذيك لاصوص، رحت صفيتها ورحت لحتها فوق الروطي تاعنا كيما راكم تشوفوا هكا باش تطيب فيها البطاطا، ويزيد يكمل هذاك الراس تاعنا يكمل الطياب. صدقوني يجي واحد الروطي يهبل. شوفوني نشكر ونعاود. المهم لي سياتو بربي ان شاء الله هي تعرف واش نقصد. لهنا هاني حطيت البابي كويسون وفوقو بابي الومنيوم. ولهنا ها طاب الراس تاعنا. انا لهنا ما صورتكمش برك من بعد كي قرب يطيب خلاص زدت له فرماج طراف هكا، وزدت له فرماج ربي. لهنا ولادي انا يشتيو الحوايج هذم بالفرماج. شوفوا كيفاش طابت هذيك البطاطا، الله وهذاك الراس شهيه طيبه. مع